مشاهدينا نايل فاميلي في كل مكان، برحب بحضراتكم. والنهارده معانا مجموعه من اللقاءات المتميزه زي ما احنا متعودين كل يوم سبت. كل يعني اعمالنا متوجهه للاطفال وللاسره كلها. النهارده معانا الحقيقه فقره مع مبتهل الحقيقه جميل جدا هنسمعه مع حضراتكم، محمد عشفي، وهنسمع منه مجموعه من الابتهالات الدينيه. وهو يعني عمره صغير ومع ذلك ما شاء الله موهوب جدا في مجاله. فقرتنا الثالثه النهارده مع أروى محمود، موهبه فنيه، وهنشوف مجموعه من الرسومات الفنيه والاعمال الفنيه الجميله وازاي نمت الموهبه دي سواء من خلال التدريب او من خلال الدراسه، وكمان اسرتها بتتعاون معاها جدا. اما فقرتنا الاولى النهارده فمنورنا فيها فضيله الشيخ محمد علم الدين الشاذلي، شيخ بمعهد بالازهر الشريف وخطيب بوزاره الاوقاف. والنهارده الحقيقه فضيله الشيخ محمد هيكلمنا عن موضوع مهم، عمل الخير. يعني يمكن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال انه ألا في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها. الحقيقه النفحات الطيبه يمكن في الفتره دي قربنا ان شاء الله على المولد النبوي الشريف، كل سنه وحضراتكم طيبين. يعني طبعا كل ايام ربنا جميله، لكن الايام اللي بيبقى فيها مناسبه دينيه، احتفال ديني معين، بتبقى طبعا الناس فيها بتحاول انها تعمل اعمال خير كتير. في ناس في الفتره دي تلاقيها بتحب طبعا تصوم اثنين وخميس، في ناس يعني ممكن تكون رابطه زكاه مالها بفتره المولد النبوي الشريف، في ناس بتحب تطلع صدقات في الفتره دي تبركا بالمولد النبوي الشريف. النهارده فضيله الشيخ هيقول لنا اولا فضيله عمل الخير وازاي ممكن يبقى عندنا ابواب كتيره نستغلها في عمل الخير. مرحب بحضرتك معانا فضيله الشيخ، وسعيده جدا بوجودك معانا. سعد بلقائك. كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله المولد النبوي يقرب باذن الله، يعني ان شاء الله في شهر 9 يعني ربنا ان شاء الله كده يتقبل الناس كلها. كل سنه وحضرتك طيب يا رب، وتبقى ايام كده مباركه على الناس كلها. امين يا رب العالمين. في نفحات جميله في الايام دي يا فضيله الشيخ. طبعا يعني حضرتك تفهمنا اكتر بقى. حضرتك احنا طبعا الحلقه النهارده عن الخير. الرسول صلى الله عليه وسم هو معلم الخير للبشريه كلها، وحينما نتوقف مع سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد الكثير والكثير مما يدل على فعله للخير. الخير هو اسم جامع لكل صفات او لكل صفه نافعه للبشريه للانسانيه. كل ما ينفع الانسانيه فهو خير، وهذا ما علمنا اياه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الرحمه التي قصدها الحق تبارك وتعالى حينما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف رسالته فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته ليست رحمة للمسلمين فقط، ولكن رحمة لكل العالمين. لكل العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لكل العالمين. فعل الخير ارتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثته، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق أي معالي الأخلاق، الأخلاق الرفيعة، الأخلاق التي تدل على الشخصية المسلمة التي تتمنى الخير لها وللجميع. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من علامات الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وحينما نتوقف أو نستعرض آيات القرآن الكريم في الخير نجد لمحة جميلة جدا في القرآن الكريم، أن الله حينما أمرنا بالركوع والسجود أمرنا معهم بفعل الخير، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم يبين الله تبارك وتعالى صور هذا الخير، صور هذا الفلاح. الفلاح هو الفوز. الآية في أواخر سورة الحج، بعدها سورة المؤمنون. نجد في بداية سورة المؤمنون يوضح لنا الحق تبارك وتعالى ما هي هذه الصفات، صفات الخير: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات تبين لنا أنواع الخير التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الخير ليس في عمل نظنه كبيرا، ولكن قد يكون الخير في عمل بسيط جدا، في حتى ولو أنني صببت ماء لجاري أو لإنسان بجواري ليشرب، هذا من عمل الخير وعده. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يستحقرن أحدكم شيئا من المعروف، أو لا تحقروا شيئا من المعروف حتى وإن كان قليلا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، مجرد الابتسامة في وجه الإنسان فهذا خير. أو أن يصب أحدكم من دلوه في إناء المستسقي، يعني مجرد إن لو أنا معي إزازة ماء، مجرد إني صببت لغيري في كوب أو في كأس ليشرب، هذا فعل من أفعال الخير. فأفعال الخير كثيرة، وهي أكثر من أن تحصى في الإسلام. كما قلنا:
كل عمل فيه نفع للناس فهو خير بإذن الله. ربنا يفتح عليك ويزيدك يا الله شيخ. يخليك. طيب خلينا نقول انه عمل الخير له ابواب كتيره جدا. بعض الناس ممكن تقول لحضرتك لا يعني انا مش عارفه والله زي ما حضرتك قلت كده في عمل بسيط قوي بس مش عارفه ده خير ولا لا. لكن احنا لو دللنا الناس النهارده على بعض الاعمال كده ممكن ناس مثلا تشوف انه بساعد مثلا في مصاريف مدرسه واحنا داخلين على فتره مدارس، ده تمام. شيء طيب جدا. يعني عايزه اقول الحاجات اللي ممكن تكون بتساعد الناس ماديا لو في اعباء ماديه، ممكن تكون حاجات بسيطه والناس تتخيل انها يعني مش ايه من ابواب الصدقه او مش من ابواب عمل الخير يعني. تمام. الصدقة تعتبر أصل من أصول فعل الخير. طبعا. بكلام رسول صلى الله عليه وسلم، كلام رسول صلى الله عليه وسلم يعطينا كلام بديع جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. فحينما نستمع لحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبر عن الصدقة بأنها باب من أبواب الخير، فنجد قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول ألا أدلك على أبواب الخير، حينما يكلم معاذ، فمن أبواب الخير والصدقة تطفئ الخطيئة. الله. فالصدقة باب من أبواب الخير. حينما نتوقف مع هذا المعنى كأن رسول الله يصور لنا الخير كأنه بيت له أبواب، من هذه الأبواب بيت الصدقة. فالصدقة باب من أبواب الخير. الصدقة كما عبر الرسول صلى الله عليه وسلم تشفي الأمراض، داووا مرضاكم بالصدقة. صحيح. ولكن بعض الناس قد يطبق هذا المعنى بخطأ بأن يشترط على الله. يعني البعض مثلا يقول عنده مريض فيقول لو شفي سأتصدق. هذا مفهوم خاطئ، ولا ينبغي أن نتعامل مع الله بأن أشترط على الله أقول لو أن فلان شفي. لا، مجرد أن أنا في حاجة في ضيق أريد أن يروح الله تبارك وتعالى عني هذا الضيق، فلا بد أن يكون المسلم على يقين مع الله. أبدأ بفعل الخير، لا أنتظر حتى يفرج الله همي ثم أفعل الخير، ولكن أبدأ بفعل الخير. فداووا مرضاكم بالصدقة، يعني لما يكون عندي مريض أخرج الصدقة على الفور. يعني هدي مثال بسيط، احنا عايزين بالظبط الأبواب كده يمكن ندل بيها الناس. لو أنا مثلا رحت لدكتور، هل ينفع أقول له أنا مثلا هدفع الأجر بعد ما يشفى المريض مثلا؟ لا، هذا شرط يعني. فكذلك لا أشترط على الله تبارك وتعالى. لا أعوذ بالله. صحيح. لا أشترط على الله، ولكن أتصدق وأفعل الخير وأنا على يقين بأن الله تبارك وتعالى سينجيني من أنا فيه. ربنا يفتح عليك. يعني زي ما قلت لحضرتك احنا داخلين على مدارس، لو نقدر نساعد في فلوس طبعا. المدرسة. لو انا عندي علم مثلا اقدر اعلم حد في اللغه العربيه، في الرياضه، في غيره، الساده المدرسين برضو بيشوفونا، واقدر اساعد الاطفال شويه اللي ممكن يكون عندهم تعثر في بعض المواد الدراسيه. كل اعمال الخير دي يعني طيبه جدا الحقيقه. طبعا، ولها متعثر في ايجار بيت، الحاجات عند الله لها ثواب عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. الصدقه حتى لو كانت بسيطه. بعض الناس ربما لا يجد أن يتصدق إذا كنا بأن الصدقة لها أجر عظيم جدا عند الله. طيب هو فقير لا يستطيع أن يتصدق، قد تكون الصدقة بتاعته صدقته بابتسامة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأتي كما يحكي لنا الصحابي الجليل أبو ذر أن أناسا جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لقد ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الأغنياء ذهبوا بالأجر، فهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم، عندهم أموال فبيتصدقوا. طب أنا فقير يعني لا أملك مال لأتصدق، والصدقة لها أجر عظيم عند الله. انظروا بما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أن الصدقة ليست بالمال فقط أو ليست المال فحسب، لا، بل يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أبواب الخير، فيقول أليس، طبعا الكلام للفقراء، أليس قد جعل الله ما تصدقون به؟ يعني جعل الله لكم أشياء أخرى تتصدقوا بها، قول بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأمر بمعروف. يعني إماطة الأذى قد يظن البعض إن مثلا الطريق لو أنا طهرته أو شلت ما فيه إن هذا عمل بسيط، لا، هذا عمل له أجر عظيم عند الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ويحكي لنا بأن رجلا كان في من قبلنا وجد غصنا فيه شوك في طريق الناس فأخره، يعني
أداحوا من الطريق حتى يمر الناس بسلام، فشكر الله له فغفر له. والرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لنا قصصا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان تعبيره أحيانا يكون تعبير مباشر أو تعليم مباشر، أحيانا يكون بالحكاية أو القصة أو الأقصوصة بلغة العصر. فيحكي عن رجل بلغ به من العطش ما بلغ، فوجد بئرا فنزل هذا الرجل فشرب من البئر، فبعد أن صعد من البئر وجد كلبا يلهث الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا الكلب ما بلغ بي، يعني ما بلغ بي من العطش، فنزل البئر. الرجل لم يكن معه أداة ليحمل فيها الماء، ولكن الرجل لتصميمه وإصراره على فعل الخير وجد وسيلة أخرى، فأخذ خفه يعني حذاءه فملأه ماء، وهو يصعد من البئر يصعد بصعوبة، يعني طريق غير ممهدة، لابد أن يستخدم يديه حتى يصعد، فكيف يحمل الإناء وهو يستخدم يديه؟ فحمل الإناء في فيه. هذا دليل على إصراره على فعل الخير، رغم أنه فعل خير أعزكم الله لكلب، ولكنه شعر بما شعر به هذا الكلب، لأنه بلغ به من العطش ما بلغ بهذا الرجل. فحمل الرجل الماء في فيه وصعد من البئر وسقى الكلب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. يعني ننظر كيف أن هذا عمل بسيط، ولكن بسببه دخل هذا الرجل الجنة. وهذا ما نتعلمه من رسول صلى الله عليه وسلم، لنتعلم الرحمة حتى مع الحيوان، فكل ذلك من أبواب الخير. ربنا يفتح عليك ويزيدك يا فضيلة الشيخ. طيب طبعا يعني العمل الخير له ثواب كبير جدا عند ربنا، لكن كمان في مضاعفة للثواب. طبعا فضل عمل الخير مش بس انه سبحان الله الثواب عند الحق سبحانه وتعالى، لكن كمان لما تشيع حضرتك الصدقة وتشيع مساعدة الآخرين والتكافل ما بين الناس، ده بيبقى مجتمع الحقيقة متوازن جدا، ومجتمع آمن ومجتمع ساكن. فنفهم من حضرتك برضو ده بيعمل ايه بين الناس وبعضها. كلام طيب. فعل الخير أولا يجب أن يكون بالتطبيق. صحيح. يعني ليس مجرد ان انا اعلم اولادي وان انا يكون محاضرات وكلام، ولكن بالتطبيق. لازم يشوفني بعمل ده. بالظبط يكون بالتطبيق العملي. وممكن يكون عن طريق ان انا اعمل حافز للطفل. الحافز ممكن يكون حافز مادي او حافز معنوي من اجل ان اعلمه فعل الخير. الحافز المادي ان انا اكافئه لما اجد طفلي او ابني بيعمل الخير. الحافز المعنوي ان انا امدحه واشكره واثني على فعله، فهذا مجرد الثناء فهذا فعل خير. اما عن مضاعفة الاجر، نعم الاجر مضاعف، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. هذا الرجل الذي جاء لرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ناقة، يعني هذا الذي يملكه ناقة، فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، يعني انا متبرع بها في سبيل الله. قال له إذا تكن لك 700 ناقة يوم القيامة، يعني الأجر ب700 والأجر في الصدقة ب700 كما أخبر الله تبارك وتعالى وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني ليس الأجر 700 فقط، ولكن قد يتضاعف، وفضل الله تبارك وتعالى عظيم. الله لا يحاسبنا بالعدل، ولكن الله يحاسبنا بالفضل، فالله تبارك وتعالى يتفضل علينا، وفضل الله عظيم وفضل الله كبير. ربنا يفتح عليك يا شيخ. لكن خلينا نقول انه يعني كل ما علمنا اولادنا يبقى فيه سلوك تكافل ما بيننا وما بين بعض، كل ما شافوا ده كل ما الحمد لله المجتمعات فعلا بتستقر جدا، بتبقى امنه. يعني طبعا. في مجتمعات بجد يعني والعياذ بالله توحشت يعني انه في تفاوت كبير جدا ما بين الناس، لكن فكره التكافل فكره برضو مهمه جدا. والحقيقه لو شفنا ده هنلاقيه مثلا في الريف، الحقيقه فكره التكافل دي جميله جدا، نتعلم من الريف المصري الحقيقي فعلا. وهذا اللي عنده اكل بيدي للتاني، اللي عنده شرب، اللي عنده ملابس، يعني في تكافل جميل جدا الحقيقه. طبعا هو الصدقه مبناها اصلا هو في الاسلام على فكره التكافل. فكره التكافل بين افراد المجتمع. يعني احنا لما نلاحظ ان الزكاه وهي فرض وركن من اركان الاسلام، ما فرض الله الزكاه الا لتعادل ما بين الفقراء
والأغنياء. صحيح. الفقير حينما يأخذ من الغني لا يحقد على الغني، والغني حينما يعطي الفقير لا يتكبر على الفقير لأنه يذهب إليه ويعطيه. ولذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون ذلك جيدا، فكانوا يتنافسون في ذلك، يتنافسوا في ذلك. لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصدقة قال عمر: صادف ذلك مال عندي، يعني أنا كان عندي مال فقلت لأسبقن اليوم أبا بكر. أبو بكر عليه رضوان الله كان دائما سباقا، وكان يسبق الصحابة في كل أعمال الخير، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل يوما: من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من منكم اليوم شيع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فكان أبو بكر سباق. أراد عمر أن يسبق يوما أبا بكر، فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة ذهب عمر فجاء بنصف ماله وقال: يا رسول الله، هذا لله ولرسوله، ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال له: أبقيت لهم مثله، يعني مثل هذا المال، يعني ترك النصف. وبعد قليل يأتي أبو بكر الصديق ومعه مال كثير ويسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال له: أبقيت لهم الله ورسوله، يعني جاء بكل ماله رضي الله عنه. فقال عمر: لا أسبقك أبدا يا أبا بكر. فهذا نتعلمه من الصحابة، نتعلم كيف كانوا يتسابقون إلى الخير، كيف كانوا حريصين على فعل الخير. كانت المنافسة بينهم في الخير لا في الشر، لا تكون المنافسة على مال أو جاه أو منصب، ولكن كانت من أجل الخير وفعل الخير. ربنا يفتح عليك يا فضيلة الشيخ. طيب وقتنا قرب ينتهي مع حضرتك، ايه الرسالة اللي بتحب توصلها لكل الناس لكي يتسابقوا في عمل الخير؟ زي ما اتفقنا للأيام المباركة اللي احنا فيها دلوقتي ممكن تبقى إن شاء الله فترة طيبة جدا لعمل الخير. إذا كنا في فترة نحتفل فيها بمولد خير البرية صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نتأسى برسول الله في أعماله. انظروا كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سباقا إلى الخير، كان صلى الله عليه وسلم يعطف على الكبير والصغير، وكان يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. هذه الصفات ينبغي أن تسود بين المجتمع المسلم، صفات الرحمة والمودة والمحبة والألفة، حتى ينصلح حال هذا المجتمع إن شاء الله. طيب عندنا الحقيقة أدوار مهمة جدا، مش بس الأسرة الحقيقة فضيلة الشيخ، لكن كمان دور المدرسة، دور العبادة. ايه التكامل ممكن يحصل ازاي بين المؤسسات دي كلها لتعليم الأطفال فعل الخير؟ لا شك بتشتغل في المعهد الأزهري صح؟ تمام. يعني كما يقول الشاعر أبو العلاء المعري: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لا شك أن التعليم في الصغر كما قال الحكماء كالنقش على الحجر، لا بد أن أبدأ من الصغر، ولا بد كما قلنا أن نطبق هذا، وأن يرى الطفل الأسرة بأكملها تفعل الخير. لن أعلم ولدي الخير وأنا لا أعمله. كمان لابد أن نراعي طريقة التعليم بالضبط. حينما أعلمه برفق، ليس معنى أنني أعلمه خير أن أشد عليه أو أن أقسو عليه. تعالوا بنا لصورة بيانية جميلة في القرآن الكريم، ولنرى أب يعلم ولده. لقمان عليه السلام، هذا الرجل الحكيم، في سورة سميت باسمه سورة لقمان، يحكي القرآن الكريم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. بعدها: يا بني إنها أن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. البعض منا قد يتوقف مع الوصايا نفسها، ولكن أريد أن أتوقف مع لفظة يا بني. يا بني في اللغة العربية هناك كلمات مصغرة تصغير، فكلمة بني تصغير كلمة ابن. لماذا لم يقل يا ابني؟
وقال يا بني. هنا تصغير. التصغير في اللغة له دلالات كثيرة، منها تقليل ما يتوهم أنه كثير، تقريب المسافة وإلى ذلك مما ندرسه طلابنا. والرفق ولكن والرحمة. هناك غرض في التصغير ربما يغفل الكثير عنه، وهو التدليل. فهنا يقول له يا بني للتدليل. معنى التدليل يعني القرب، المحبة، الود، يعلمه بود وبلطف. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ولا يتكبر أن يعلم غلاما صغيرا. نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعلم عبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. وهكذا نبدأ مع الطفل منذ الصغر، إن شاء الله سينشأ على ذلك. ويجب أن تتكاتف كل الوسائل، دور العبادة، المسجد والكنيسة، المؤسسات التعليمية، المدرسة والأزهر، وزارة الأوقاف ممثلة في المساجد وخطباء الدعوة. يجب أن يكون هناك موضوعات مكثفة عن فعل الخير. يعني مثلا أنا أقترح أن يكون فيه اكثار من هذه الموضوعات في خطب الجمعة، والآن خطب الجمعة أصبحت موحدة. أقترح أن يكون هناك في المناهج التعليمية خاصة ممكن من خلال دروس اللغة العربية ان انا اعطي الطلاب مقطوعات او نماذج او قصص عن فعل الخير. ربنا يفتح عليك ويزيدك فضيلة الشيخ. لو بنختم كلامنا وبنوجه رسالة لكل اب وام شايفينك، نحثهم على عدم استصغار شيء من اعمال الخير، وان هم يشجعوا اولادهم على عمل الخير. حينما نعود الى كتاب الله تبارك وتعالى لننظر قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. انظروا إلى هذا التعبير القرآني الدقيق. فمن يعمل مثقال ذرة. الذرة في اللغة هي النملة الصغيرة. يعني حتى لو كان هذا العمل صغيرا جدا ستراه، لأنه موجود ومسجل عند الله. وما تفعلوا من خير تجدوه. سنجد هذا الخير. الله تبارك وتعالى كما يؤيد الخير يؤيد الشر. وأعمالك إما أن تكون خير وإما أن تكون شر. فاجعل عملك دائما في الخير. العمر قصير، فعلينا أن نستثمر هذا العمر في عمل الخير، فإن العمر قصير فلا ينبغي أن نضيعه في عمل الشر. ربنا يفتح عليك ويزيدك فضيلة الشيخ محمد علام الدين الشاذلي، خطيب وزارة الأوقاف وإمام أحد المعاهد الأزهرية. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونتمنى ان شاء الله نشوف حضرتك على خير، وكل سنه وحضرتك طيب يا رب. ان شاء الله يعيد على حضرتك هذه الايام المباركه ايام وايام باذن الله. امين يا رب العالمين. شكرا لحضرتك جزيلا، وحضرتك بكل صحه وسلامه. بنقف مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في فاصل سريع، وبعد الفاصل نكمل كلامنا. وزي ما اتفقنا عندنا ابتهالات دينيه مع محمد عشري بعد الفاصل.